بلعب العصاية من سن 21 سنة. حاليا عندي 77 سنة. عصاية جارية في الدم معاي. كل سنة بشارك في المهرجان وبلعب في الفرحات وبلعب في الموالد وفي أي موسم يعني. في سيدي أبو الحجاج، في سيدي عبد الحليم بن عوف، في أي مكان بروح ألعب يعني. يا عم ابو العباس ازيك؟ حاصل على الدرع في لعب العصايه، وبلعب العصايه دي هي وانا عندي 16 سنه، واحنا جوادات بنلعب العصايه، مشهورين في لعب العصايه. ويلعب العصايه في الجزيره اولاد صبر ابو زيد بركات، هم طبعا بيلعبوا العصايه وبيعلموها للناس، واحنا تعلمنا من الناس دي. هي الناس دي اساسا من ابا اللي تلعب العصايه هم والجوادات، ومعاهم الشوخات طبعا ناس شباب هيلعب منهم كثير في الجزيره، واخد بال سيادتك. وانا طبعا ال 13 مهرجان ده اللي احضره. انا في الثقافه من 2005 بلعب في جميع المحافظات، لعبت في قنا وفي اسوان ولعبت فوق السد العالي، واخد بالك. والعصايه دي يستعينوا بها الناس العرب دي كانت بيوتهم على ظهر الجمال، فكانوا يستعينوا بالشباب ويعلموه العصايه، وما يفضلش الا على الحراسه بس، يحرس القبيله عليه، ينام في النهار وبالعصايه يدربوا العصايه. وكانوا يبارزوا مع القبائل الثانيه. القبيله دي هي تشوف دي العب في لعب العصايه ولا القبيله دي. والعصايه دي اصلا ظهرت في سوهاج، ظهرت في العربات، في عربه ابو دوس وفي البلينه، ولعبتها البلينه واشتهرت بيها، ولعبتها برديس واهتمت بها برديس، خدت الاولى على مستوى الجمهوريه في لعب العصايه. حتى بيقول لك يا لعيب العصايه يا برديس، لان هي اللي بدات لعبه العصايه برديس.